أعظم نموذج للفطرة النقية هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، عشان كده الريل ده في حب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية ليه ولكل أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دايمًا من النصايح المهمة في أي مجال هي الmodeling، يعني إن الشخص يتخذ نموذج قدوة نجح في نفس المجال ده ويسعى لتقليده في الحاجة اللي نجح فيها ويتعلم منه النجاح فيها. وحتى التربية من أنجح طرق التربية هي التربية بالقدوة. ودايمًا بنقول إن الجروح والصدمات النفسية بتشوه فطرتنا النقية السوية، ومهمتنا إحنا كخلفاء الله على الأرض إننا نطبق النصيحة الربانية لينا بإننا نبدأ بالتدريج نزكي نفسنا ونرجع لفطرتنا النقية السوية وهي حقيقتنا، ونرجع لاتزاننا الداخلي وسلامنا النفسي لمّا بنرجع لفطرتنا النقية. طبعًا النبي عليه الصلاة والسلام هو أنجح نموذج قدوة عظمى في الدنيا كلّها وفي أي حاجة أنت محتاجها. ارجع كده للنبي عليه الصلاة والسلام وهتلاقي عنده الكمال كلّه والنور كلّه في كل حاجة أنت محتاجها، وهينوّر طريقك فيها وهينوّر طريق حياتك كلّها كمان. النبي عليه الصلاة والسلام هو خير من جسد الفطرة النقية السوية على الأرض، هو خير وأعظم خلفاء الله على الأرض، وخير وأفضل من فعل الصفات الإلهية وطبّقها على الأرض. طبعًا واجب على كل واحد مننا إننا نتعلم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ونحاول نطبّقها في حياتنا على قدر استطاعتنا، عشان نرُد للنبي عليه الصلاة والسلام جزء من تعبه اللي تعبه عشاننا، ولإن ما فيش حد سوي على الأرض نتعلم منه إزاي نتصرّف ونتعامل إزاي ونتكلم إزاي في كل حاجة، وإزاي نكون أشخاص أسوياء ومتزنين، وحتى ناكل ونشرب إزاي، وأي حاجة إحنا محتاجينها في الدنيا ما فيش حد يعلمها لنا ويعلمنا كل حاجة في الدنيا زي القدوة العظمى الكاملة النبي عليه الصلاة والسلام. الرقي كله والجمال كله والحب كله والحنية كلها نتعلمها من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، والأنوار كلها اللي تنور عقولنا وحياتنا كلها عند سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وفي أي حاجة تقف معاك ارجع لسيدنا النبي كده وشوف كان بيعملها إزاي وكان بيتصرف في الموقف ده إزاي، وحاول تعمل زيه وهكذا في أي حاجة في حياتك. للأسف التربية الغلط اللي بيتربوا بيها الأطفال في مجتمعاتنا اللي مليانة بالنقد والتعنيف والتنمر والقسوة، واللي سببت عندنا كلنا صدمات نفسية لا حصر لها، كل ده لا يمت بصلة للتربية اللي علمها لنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وللأسف كتير دلوقتي بينقدوا كمان في أساليب التربية الحديثة الواعية، وبيأيدوا الطرق القديمة للتربية بما فيها من إيذاء وعنف وقسوة. وللأسف إنهم مش فاهمين ولا مدركين إن تقدير الإنسان واحترام الآخر، وإننا نشعر كل إنسان بقيمته الذاتية، وإننا نربي أطفال من غير ما نعمل لهم صدمات نفسية ولا نجرح غيرنا، ده كله أساسه تعاليم ديننا اللي اتعلمناها من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وجه العلم دلوقتي يأكدها لنا. نموذج القدوة في حياتنا اللي يأتي في المرتبة التانية بعد النبي عليه الصلاة والسلام آل بيته وصحابته الكرام، لأنه جاء في الحديث وإن كان يعني في تضعيف في سنده: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. مثلًا أعظم قدوة عظمى لكل العلاقات السوية الصحية، لكل العلاقات الحقيقية، لكل العلاقات الشافية، علاقات الحب الحقيقي الصادق، هي علاقة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام بزوجته ستنا خديجة رضوان الله عليها، أول زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام، والزوجة الوحيدة اللي هو اختارها بإرادته، والزوجات الباقيين كلهم كانوا باختيار وإرادة رب العالمين بدون اختيار وإرادة لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. إذًا علاقة النبي عليه الصلاة والسلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بزوجته السيدة خديجة رضوان الله عليها هي علاقة القدوة للفطرة النقية السوية لكل العلاقات الصحية السوية. ده غير إن ستنا خديجة رضوان الله عليها كانت بتعلمنا إزاي المرأة تبني علاقة سوية صحية مع زوجها، وإزاي الزوجة تحتوي زوجها، وإزاي تحب وتتعامل معاه صح، وإزاي تعامله باتزان، وإزاي تفضل قيمتها مقدرة في عينيه، ويفضل وفاؤه وإخلاصه ليها طول العمر. وفعلًا هي أعظم قصة حب في التاريخ، وأرقى وأنقى وأقوى قصة حب في التاريخ، وعلاقتهم الراقية الرائعة من مشاركتهم لبعض، وأحلامهم المشتركة، ورعايتهم واهتمامهم لبعض، وحبهم الكبير العميق الراقي. فعلًا كل كلمة في قصة زواج النبي عليه الصلاة والسلام بزوجته السيدة خديجة بيعلمونا ويفهمونا الفطرة النقية السوية للحب والعلاقات والزواج، بيعلمونا إزاي يكون الحب الحقيقي النقي الصادق، الحب الغير مشروط، إزاي يكون التوافق والتناغم والتفاهم بين الزوجين في أبهى صوره وعلى أعمق مستوياته روحيًا ونفسيًا وفكريًا وفي القيم وعلى كل المستويات. علاقتهم كانت علاقة روحية عالية جدًا، وهُم فعلًا وبحق هُم القدوة العظمى لكل العلاقات الصحية ولكل المحبين الصادقين. ولكل وقدوة لكل علاقة حب حقيقية نقية صادقة، وقدوة فعلية حقيقية لكل العلاقات الروحية العميقة، أيًا كان مسماها بقى توأم روح والّا رفقاء روح والّا توأم شعلة والّا غيره، أيًا كان مسمى العلاقات، أو حتى علاقة حب عادية يعني.
ويليهم علاقة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بزوجته ستنا عائشة رضوان الله عليها حبيبة رسول الله، وعلاقات بعض الصحابة وآل البيت زي علاقة سيدنا علي رضوان الله عليه بستنا فاطمة رضوان الله عليها، وستنا زينب وزوجها، وسيدنا أبو بكر رضوان الله عليه اللي وصى إن زوجته السيدة أسماء بنت عميس هي اللي تغسله بعد وفاته. أي حب هذا يعني، وغيرهم من قصص أخرى للمحبين الصادقين كتير. أمّا علاقات الحب والزواج دلوقتي للأسف بتواجه تحديات قوية جدًا، بييجي الحب يدخل قلوب مجروحة، قلوب اتألمت من مشاعر الرفض والخذلان والتخلي والإهمال العاطفي وعدم الأمان والإحساس بالوحدة والتعلقات الغير آمنة وغيره من الصدمات والجروح العاطفية، وبسبب كل ده العلاقات بتتعطل وللأسف مش بتمشي في الاتجاه السليم، وكتير يعانوا إنهم مش قادرين يعيشوا علاقات صحية. فعشان الحب الحقيقي يتعمّق بقى في القلوب المجروحة دي من الجروح اللي قُلناها والصدمات اللي قُلنا أمثلة عليها، لازم ننقّيها من كل الشوائب العالقة بيها، ومن كل الندبات والجروح اللي أصابتها، عشان يتوغّل ويتعمّق الحب فيها، وتعود الفطرة النقية للحب الحقيقي النقي الصادق، الحب الغير مشروط، هي اللي تملأ القلوب دي وتستولى عليها وتنوّر كل جزء مظلم منها. وعملية تنقية الشوايب دي هي عملية تزكية النفس اللي ربنا وصانا بيها في القرآن الكريم لما قال لنا ربنا ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وعملية تزكية النفس دي هي اللي احنا دلوقتي بنسميها التشافي من الصدمات النفسية والجروح العاطفية وجروح الطفولة، أو بنسميها تحرير المشاعر وتنظيف المعتقدات السلبية. أنا بسمة معالج شعوري لتشافي الصدمات النفسية والجروح العاطفية وكوتش في تشافي العلاقات الإنسانية، ودوري إني في الجلسات الخاصة أساعدك تتعامل مع أي أفكار سلبية جواك وأي مشاعر سلبية بتمر بيها، ونقبل المشاعر دي ونحررها من جذورها العميقة في الطفولة بتكنيكات عميقة جدًا، وكمان نغيّر أفكارنا السلبية ونفهم اللي حصل معانا وقت الصدمة بوعي جديد ووجهة نظر جديدة.